صباح الورد يا فانزاتي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده جايلكم بفيديو عظمه. بس قبل ما نتفرج عليه ننزل تحت الفيديو نعمل احلى لف ونطلع تاني نكمل الفيديو. بصوا بقى، الفيديو ده عباره عن ايه؟ عن فراخ مشويه على الفحم ورز مصري معمول بطريقه الرز البسمتي. بصوا الجمال، بصوا الطعامة، بصوا الحلاوة، شامين ريحة الشوي الجميلة. انا هخليكم بقى تعملوا الفراخ في البيت، ما تضطروش تروحوا تقعدوا في مطعم وتدفعوا مبلغ وقدره عشان تاكلوا فراخ مشوية وتاكلوها لولادكم. هخليكم تعملوها في البيت باقل التكاليف. بصوا الجمال، شايفين؟ دي فراخ مشوية ولا مش مشوية؟ هي متحروقة شوية بس احنا بنحبها كده على فكرة، يعني عادي، ما عندناش مشكلة خالص. ده بصوا الحروقة دي بتبقى أحلى من اللي جوه كمان. يلا بقى نشوف عملنا الحاجات دي ازاي، بس ما تنسوش اللايك والتفاعل لأن ده اللي بيخليني أتشجع وأعمل لكم كل حاجة. بصوا بقى، احنا جبنا الحلة وغاسلين الرز قبلها ومجهزينه. حطينا شوية زيت في الحلة، ايوه، ومعلقه سمنه بلدي لزوم كده الطعم الجميل وروايح زمان الجميله وروايح الفلاحين الحلوه قوي. ننزل بقى بالبصل اهو زي ما انتم شايفين اهو. ايوه، سريع سريع كده. مجرد بس ما البصل ياخد لون ننزل بقى بالبهارات. اي بهارات عندك حطيها بتاعه الرز البسمتي. انا كان عندي ليمون مجفف وكان عندي ورق اللورا، حطيتهم شوحتهم بس كده لحد ما يطلعوا الريحه اللي فيهم كده في الزيت، والمفروض كانوا اتحطوا الاول قبل البصل بس عادي اي حاجه يعني. اهو. ننزل بقى بالطماطم بعد ما البصل كده اخد لون كده ودبل كده شويه. ننزل بقى بالطماطم نشوحها تشويحه كده لعند هي كمان ما تدبل. نفضل بقى نشوح 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 لحد الريحه ما تطلع جميله. اهو. ننزل بقى بايه؟ كان عندي كركم وكان عندي كاري، حطيته. وكمان هحط خلطه الرز البسمتي بنجيبها من عند العطار. وننزل بالرز المغسول المتصفي. اهو شوح بقى لعند الرز كله ما يتلون بالكاري والكركم. اهو. قلب قلب بقى. شوح شوح كده لعند الرز كله كمان ما يتغلف بطعم البهارات الجميلة والزيت والسمن البلدي. انا عايزة الرز يبقى مفلفل، لان الرز المصري لما بيتعمل بطريقة الرز البسمتي بتحسه الى حد ما هو معجن شوية. بس احنا على قد ما نقدر هنحاول نوصله الرز البسمتي. الرز البسمتي وصل دلوقتي الكيلو فيه، اقل كيلو فيه ب80 جنيه. فمش معقول كل مرة هنيجي نعمل فراخ مشوية هنجيب رز بسمتي ب80 جنيه. فالرز المصري موجود والله، ما مش عيبه حاجة يعني. او حطينا له الميه مغليه ونغطي عليه ونسيبه. حطينا دلوقتي البهارات بتاعت الرز البسمتي وملح. عندك بقى كمون، فلفل اسود، اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها والله ما بيقولش لا. ده بيدي طعم حلو للاكل. نيجي بقى للفراخ. جبنا الشبكه بتاعت الفراخ اهي وحطيناها على الحوض عشان ما نبهدلش الدنيا. وكنا متبلينها بقى اي تتبيله انت عاملاها عندك اعمليها، بصل بتوم في الخلاط اضربيهم مع بعض وحطي عليهم البهارات بتاعتك وشويه خل وليمون واضربوهم بقى ضرب كويس كده. خليهم يعني الضرب ناعم جدا يعني ما يبانش في حاجه عشان ما تنزلش على الشوايه وتتحرق. نيجي بقى نولع الفحم. دي الطريقه السهله الجميله لتوليع الفحم. احنا عندنا شوايه، عندنا حاجه اسمها منقد كده بنحط عليه الفحم ونولع بيه. كنا عاملينه عندنا هناك في العزبه، كنت على طول بعمله. بس هنا بقى كان عندي مشكله ان انا هولع الفحم هنا ازاي واشوي ازاي واعمل دخانه ازاي. قلت خلاص مفيش غير البلكونه ان انا اعمل فيها، بس قلت الاول اولع الفحم. بص، طريقه الفحم دي انا اتعلمتها من واحده صاحبتي اسمها مروه مغازي. هي اللي قالت لي كده، هي ما شاء الله عليها على طول كانت بتشتري من عندي الفراخ والحاجات دي. ف بقت كل شويه تقول لي مثلا عايزه فراخ للشوي، فانا بقول لها انت بتشوي فين يعني بتودي بره؟ قالت لي لا انا بشوي في البيت. طبعا المنقد ده كان عندنا على طول، احنا كنت في منطقه فلاحين، منطقه ريفيه يعني. فكنا على طول بنولع بقى نشوي بطاطا نشوي بطاطس نشوي بصل نشوي كل حاجه يعني. فهي اللي علمتني بصراحه طريقه توليع الفحم. كنت بتعذب جامد وانا بولع الفحم، بفضل معاه لحد ما يولع. فحطيته على البوتاجاز فلقيت الموضوع سهل قوي يعني. حطيته في طبق استانلس اهوت. انا ولعت بس جزء من الفحم على البوتاجاز وحطيته هنا على الفحم هنا اهو علشان يلقط كله. طيب انا بقى هولع النار دي ازاي؟ هشعل ازاي؟ عن طريق الهواء. وطبعا استعنت بورق اللي هو بتاع الكراتين بتاعة البيض ده، ما بيعملش دخانة كتير وحلو. فاخدته يزود النار شوية يعني ويساعد التوليع ان هو يتم بسرعة.
الهوا الطبيعي ما ساعدنيش ان انا اولع او ان انا اجيب حاجه وانش بيها، ما ساعدنيش جامد يعني. انا كنت عايزه انجز، البنات كان زمانهم جايين من المدرسه وعايزه الفراخ تبقى مشويه على وقت ما هم يجوا يعني. طبعا لان ما فيش وقت خالص ايام المدرسه ده. اهو فجبت بقى المروحه، استعنت بالمروحه دي عشان تولع بزياده، عشان تولع بسرعه يعني. غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. استخدمت الكلام ده في ان انا اولع دي، وما شاء الله الفحم ولع بسرعة اهو. اهو كله ما شاء الله قاد بسرعة. الموضوع مش صعب والله، الموضوع سهل. لو ولعتوا الفحم على البوتاجاز وعملته زي ما انا بعمل كده. انا بقالي كتير قوي ما كنتش شويت هنا، فكنت بصراحة خايفة يعني الجيران يزعلوا او مثلا النار تيجي على غسيل الجيران، بس الحمد لله ما حصلش اي حاجة. يعني قلت الهوا ممكن يطير مثلا حاجة من كده فتنزل على الجيران اللي تحتنا، فكانت تبقى مشكلة يعني، وفي عربيات بقى وفي زرع كتير وفي حاجات كده، فخفت الموضوع يعني. بس كنت واخدة حذر يعني الحمد لله. مش عايزة اقول لكم الجيران الناس اللي كلها كانت معدية تحت بتقول الست دي بتعمل ايه، اتهبلت ولا ايه؟ انا كنت بشوي فرخة يا وليه. اعمل ايه، عايزين ناكل فراخ مشوية يا جماعة في البيت. اه بصوا كده الفحم ولع وخلاص وهدى كده، قمت حاطة بقى عليه الفراخ اهو. خدت صدمة من الجهة التانية ونحطها برضو الناحية دي تاخد صدمة اهو. برضو قربت المروحة في الوقت ده عشان تطلع مرة واحدة النار وتسيح لي بقى ايه الدهون اللي تحت بتاعت الفرخة دي تنزل على الفحم عشان الفحم يولع اكتر. بصوا انا عملتها لحد ما اخدت لون من الجهة دي، حطها بقى الجهة التانية. ده حوالي مثلا يعني ممكن 5 دقايق من كل جهة يعني. وبعد كده بقى ايه شغلت المروحة تاني علشان برضو تطلع نار كتير، وبعد كده هدت النار، هدت شوية اهو. بصوا بقت الفرخة مستوية زي الفل. الموضوع ده كله ما اخدش تلت ساعة ربع ساعة والله، مش اكتر من كده. والرز طبعا كان على النار بتلدن يعني اه. فغطيت بقى عليها عشان تكمر البخار اللي طالع منها ويسويها اكتر. دلوقتي بقى هنطلع الفراخ اهو، هنفك الشبكة ونطلع الفراخ وهتشوفوا الفراخ عاملة ازاي. بصوا تحفة. بنحاول نسلكها عشان ما نخسرش اي حاجة فيها. بشويش بشويش اهو. اهو استعنا كمان بمعلقة عشان ناخدها كلها ايه مرة واحدة، نحطها في الطبق. بصوا الجمال، بصوا الطعام. مش عايزة اقول لكم ريحة البيت اصلا كانت برفان دخانة، برفان فراخ مشوية. شفتوا الفراخ مستوية وزي الفل. بصوا عاملة ازاي. انا ما كنتش عايزة اكسر الورك عشان ما اضيعش شكله يعني، حبيت الوضع كله يفضل زي ما هو عشان اصور لكم الموضوع ده. والرز في الوقت ده اهو. بصوا الموضوع ما كانش اخد وقت والله، مجرد ما الرز كان بيتلدن كانت الفراخ بتتشوي اهو. دلوقتي بقى هنحط الرز اهو في طبق. بصوا على فكرة الطبخ ده فن، فانت لو اتفننتوا فيه والله هتطلعوا احلى حاجة. وحبوا الاكلة اللي هتعملوها عشان تطلع حلوة، اعملوها بحب. باي باي.